السلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. في السويد في سنة 1951 كان هناك سباق للدراجات الهوائية يجتاز أكثر أوروبا بطول 1700 كيلومتر. اجى واحد اسمه جوستاف راد يشارك المسكين بهذا السباق، رفض قاطع، قال له اطلع برا، انت ولا شارك. ليش يابا؟ لان عمره 66 سنه. قال انت بنديك حيل شي اطلع. الاصرار مالته قال لهم انا راح اشارك، وخلى له رقم 0 لانه ما عنده رقم 0. الاصرار والمطاوله هي المهمه بالحياه. ظل هذا يمشي بدراجته، مع هي الدراجه ثقيله لانه مو مال السباق، هاي الشخصيه اللي عنده. ظل يطوي الليل بالنهار وما نام الليل 24 ساعه بس يسوق الدراجه. المفارقه انه هو فاز على كل المتسابقين ووصل اولهم، بل قبل يوم كامل من الباقين بمقدار 6 ايام و14 ساعه و20 دقيقه. كان استقبال بالالاف الناس اللي استقبلته، وسموه الجد الفولاذي. حتى الملك السويدي شخصيا استقبله السادس ورحب به، وصار مشهور، الجرائد كلها كتبت عنه انه الاصرار والمطاوله لعند هذا الرجل. وظل يشارك بالسباقات الى عمر 80 سنه، وتوفى سنه 1987 على عمر يناهز 102 سنه. وظل في الدعايات، في التلفزيونات، في كل مكان، في الجرائد، انه مثال الاصرار والمطاوله عند الشخص، وانه الحياه هي عباره عن انجازات. مو مهم ايش قد انت تكون مطول بالعمر، بس عندك اصرار وهدف تريد. هذا وين يذكرني بهلال بن نافع البجلي، احد اصحاب الامام الحسين سلام الله عليه، اللي احنا ما عندنا تسويق لهم حقيقي. يعني شوف الفرق بين هذا اللي ضحى بنفسه. هلال من اصحاب الامام علي سلام الله عليه، وشارك في حروبه الثلاثه، الجمل وصفين والنهروان، وظل منتظر الامام الحسين اكثر من 20 سنه، منتظر انه شو وقت تطلع الامام الحسين، وظل يراسله وظل يتواصل وياه. ما كل ولا مل انه انا عندي هدف اطلع الامام الحسين سلام الله عليه. ايش صارت متغيرات، ايش قد ناس راحت من معاويه، ايش قد ناس غيرت رايها، اكو ناس يقولوا احنا كبرنا بعد كافي. العقيده ما بيها تقاعد. ظل منتظر الى ان اجى مع الامام الحسين واستشهد. هو صاحب الروايه اللي بليله العاشر طلع بالليل وشاف الامام الحسين وحده، وظل قال له ايش عندك يا هلال نافع ابن هلال؟ قال له خاف الاعداء يجون. من كان ينظف شوك السعداني، اللي قال له ليه انت وحدك؟ اطلع انت في حلم من بيتي. قال له انا منتظرك 20 سنه، شلون في حلم من بيتك اني؟ لو هو اللي قال، يعني هو مسلم العرسجه نفس الروايه، انه لو احرق واذرى بالهواء ذلك 1000 مره ما تركته، كيف وهي قتله واحده. وبعدين استشهد. احنا استشهد، لكن هلال بن نافع البجلي هذا الصحابي العظيم لازمنا حال صحابة الإمام الحسين. ما نطب الحسين إلا نطب على بوابتهم ونسلم عليهم، وكنا نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ليش؟ لأن كهلال، يعني نافع ابن هلال، أنه أصر على الهدف وظل عليه. إحنا بنقول ذول قدواتنا، نافع ابن هلال البجلي وكل أصحاب الحسين، وهم ترى ناس عاديين كانوا بالحقيقة. يعني لو تقرأ حياتهم ما كانوا في حياة، أكثرهم مو في حياة متميزة، بس لكن عندهم هدف وعندهم إصرار وعندهم إيمان مطلق، تخلدوا. الفكرة إنه كنا نقدر نصير هيك. نصير شلون؟ طبعا ما نصير مثل أصحاب الحسين، لكن نصير هالمطاولة. خلينا نستفيد من هاي الدروس العظيمة، خاصة نبدي بيها بالمطاولة على أهدافنا الشخصية. وإحنا الإمام الحسين نريد نكون ناجحين، يعني مو أي مكان أروح الدراسة، أروح العمل، أريد رأسا أصعد وأنجح، وأي أتعثر والدنيا ضدي والناس ما أدري شنو، الناس متآمرة. لا، ما نريد يصير عندنا انكسار. احنا حتى دمعتنا على الحسين هي مو دمعة انكسار، دمعة انتصار وليس انكسار. هم يريدوها يصير دمعة انكسار، لا هي انتصار. احنا نقول عندنا مطاولة، وخاصة هسه الشخصية عوف على جهة، خاصة بالأمور العقائدية. يقدر يصير تحديات، يقدر يصير عندنا شهداء قادة يروحون، ايش قد ناس تستشهد، ابنيه تنضرب، لكن انا مصر، لانه 2 امور ما نسوي بها مجامله، اللي هو الكوسج نقول عليه، الحوار الكوسج، الامور الامنيه، امن البلد من جامل علي، والامور العقائديه. يصير عندنا اصرار مهما كانت التضحيات، ونظل ببالنا دائما ذول اصحاب الحسين اصروا، وصلوا لهدفهم، وصار لهم الخلود في الدنيا واعظم شهاده ومركز في الاخره.
السلام عليكم.